طيب، من هو الباد بوي؟ هل الباد بوي ده هو اي واحد نسوانجي بيعرف بنات؟ لا. خلينا نتفق اتفاق. النسوانجي يعني الشخص متعدد العلاقات الجنسية، سواء قبل الجواز او بعد الجواز، اللي ما عندوش عواطف، اللي هو الستات عنده اجساد. الشخص ده كده كده في مزبلة التاريخ. يعني لما بتجيلي بنت تقول لي انا اتعرفت على واحد والشخص ده كان قبل ما اعرفه بيعمل علاقات جنسيه، بسالها كل قد ايه؟ يعني هل هو اللي بيعمل العلاقات دي كل يوم، كل يومين، كل شهر، كل سنه؟ لما يكون حد متعود انه كل يوم بيعمل الغلط، يبقى هو ما بيعملش ده بدافع العاطفه، بيعمله بدافع ايه؟ بيعمله بدافع السفاله، بيعمله بدافع الشهوه. وبناء عليه الشهوه دايما متصاعده، ولما البني ادم بيحط رجله للاسف في الوحل في الطين مش سهل ينضفه. لكن لما بتيجي تقول لي ايه، والله انا اتعرفت على واحد حكالي انه قبل كده عمل علاقه او عمل اتنين، بس كانوا بدافع الحب، اللي هو مثلا عرف واحده فضل معاها فتره، بعد كده حصل بينهم ايا كان الكون، فبالتالي ده طبيعي. ده طبيعي ليه؟ ده طبيعي فيما لا يتعارض مع المعتقدات. يعني ايه؟ يعني اي اتنين بينهم حب، بينهم عشره، يتقابلوا كتير، طبيعي ان العلاقه دي بعد الكوميتمنت وبعد ما نبقى مع بعض وبعد الامان وبعد كل الكلام ده تبدا تسحب شويه بشويه في اتجاه التجاوزات. كل واحد بقى حسب ايه معتقداته. في واحده مستحيل، يعني مسكه ايد حتى مستحيل، خلاص يبقى هي العلاقه عندها بتقف هنا. في واحده تانية ما عندهاش مشكله ليه اكتر، فالعلاقه هتقف مع اخرك انت كبنت، اخر ما يقدر يوصل له هيوصل له، او مع اخره هو كراجل، بس هو اضعف منك، فاخره هو ممكن يكون ماشي تبع اخرك انت، وممكن هو يكون الرجاله دايما لما ما بتبقاش عايزه تتعدى حدودها بيتجنب انه يتواجد معاكي في اماكن. بقى نرجع تاني للتسلسل. انا اشوفه، انا بحب اجيب الحاجات من ورا ازاي، بحب اعلمكم زي ما اتعلمت بصراحه. ف من البدايه كده اي علاقه بتمر بالمراحل دي. في مرحله تسكشواليز، المرحله دي طبيعيه جدا في اي علاقه، حسب معتقداتك انت ومعتقداته هو المرحله دي بتيجي فين. فلو هو معتقداته سمحت له او انت معتقداتك سمحت لك، فالموضوع ده هيكون طبيعي. تمام؟ طيب، الباد بوي بقى. الباد بوي هو شخص بيحب البنات، بيحب وجودهم، بيحب حضورهم، بيحب يبقى عنده اصدقاء كتير. يعني النسوانجي ممكن ما يكونش عنده صحاب بنات خالص، وممكن تشوفيه اصلا من بعيد كده تقولي ده مؤدب. ممكن تشوفيه تلاقيه مثلا بنضاره قد كده وقاعد في البيت ما بيخرجش، تقولي عليه ده ايه ده. ممكن تلاقيه رفع كده ما بياكلش اساسا وحالته تصعب على الكافر، عايزه تطبقي له فلوس وتديها له في ايديه، بس هو نسوانجي. الباد بوي بقى مش كده، الباد بوي واضح. الباد بوي ده هو الشاب اللي لما كنت في الجامعه او حضرتك كنت في الجامعه كان يقعد يهزر ويضحك مع البنات، ويحب يكون في حياته دايره بنات كتير ودايره ولاد على قد يعني ايه ايديه، على قد ما يطول. دايما شغله الشاغل بص دي عملت ايه، بص دي عملت ايه، بص البنت دي لابسه ايه. يقف كده تحسيه ان هو بياخد من البنات كده مواضيع ويقعد يتكلم هنا ويتكلم هنا. هو ده الراجل اللي بيتكلم مع البنات حتى لو مفيش اهداف، لا اهداف كويسه ولا اهداف وحشه. هو بيحب وجود الست في حياته. تلاقيه دايما ايه، عنده صداقات مع بنات اكتر بكتير من الشباب في العمر. يعني يقعد يحكي مع البنت صاحبته بالساعه وبالساعتين. ده باد بوي. باد بوي هنا مش معناه الشاب اللي هو اللي بتاع الستات. احنا شرحنا النسوانجي خلاص. الباد بوي بقى ده الولد اللي بيحب دايما يكون بلايفول كده حوالين البنات. تلاقيه كمان من الحاجات اللي بتميزه
ان هو بيسكشواليز الاحاديث. يعني بتلاقيه دايما صحباته البنات بيقعد يتحرش بيهم، يعني يقول لها جرأيه يا بنت اللي مش عارف ايه اللي انت لابساه، جرأيه يا بنت ايه. عشان كده انت لما بتدخلي معاه علاقه تلاقيه بيسكشواليز الحديث قوي. الباد بوي كمان ما بيهمهوش قوي موضوع اللبس، يعني ممكن يغير عليكي من راجل تاني، ممكن يغير عليكي من الاكس بتاعك، بس انت ممكن مع الباد بوي تلبسي مايو وتنزلي البحر. هو لا يربط المعتقدات الثقافيه برجولتي. هو عنده دايما مبدأ ان عادي في صداقه بين الولد والبنت، عادي في واحده محترمه بتلبس وبتعمل، دي معتقداته. ما بقولش ان انا معاها او ضدها، احنا بنقول احنا بنعمل ايه، احنا بنشرح الشخصيه نفسها. عجبتك خدناها وروحنا، ما عجبتكيش سيبناها. تمام. طيب هل الباد بوي بيحب وبيغرق يختي في الحب وبيجيب هدايا وبيجيب ورد وبيعمل كل حاجه، ولكنه ليس دائم الاخلاص. يعني ما تقدريش تقولي ان هو راجل كده ايه محترم كده وغلوب، لا، الباد بوي مش كده. الباد بوي ليه بيعجب البنات؟ لان الباد بوي في الغالب بيهتم جدا بشكله وبمظهره وعنده حضور، بيعمل حاجات غريبه. يعني مثلا تلاقيه ايه، اصل انا بلعب مش عارف كل امتى وامتى، بلعب ماتش تنس مش عارف مع مين، اصل انا بجري في التراك. الباد بوي دايما بيحب يبقى عنده حته كده غريبه. باد بوي بقى تلاقيه اكسسوارز في كل حته. في طبعا باد بوي تائب، يعني في واحد خلاص كبر دماغه، بس توبته متوقفه على مدى بعده عن المثيرات. يعني لو رجع تاني لنفس الانفايرمنت اللي هو فيها او نفس البيئه اللي هو فيها يرجع تاني. لما يبقى بعيد يبقى زي انتوا عارفين مين مثلا باد بوي تائب؟ عبعاطي. عارفين عبعاطي اللي هو ظهر فتره كده مش عارفه اختفى راح فين؟ الشاب اللي هو تختوخ كده شويه وبيلبس جنازير وسلاسل ودمه خفيف بصراحه شربات. اهو ده مثلا باد بوي تائب. يعني هو من الواضح ان هو ما عندوش مشاكل في اللبس، بيحس دايما ان الست، يعني الباد بوي من ضمن مميزاته بقى مش كل عيوبه، من ضمن مميزاته انه لا يسلع المرأة، لا يسلعها. يعني عادي ممكن تبقى في حياته واحدة مش عشان يعمل معاها حاجة غلط، تبقى في حياته مجرد انها في حياته بيرتاح لها. تمام. الباد بوي زي ما قلت لكم كده بيحب يبقى مميز جدا في لبسه. ففي الرجاله بقى بيعملوا ايه؟ بيلبسوا قمصان مشجره زي اللي انا لابساه ده. تلاقيه مثلا لابس خواتم،